الفنانة المصرية ياسمين صبري تصدرت الترند خلال الساعات اللي فاتت، وده بعد تصريحات أحمد السبكي عنها واللي أثارت جدل كبير في الوسط الفني. يا ترى قال إيه عنها وليه كلامه الكل تداوله؟ خليكم معانا. في لقائه ضمن برنامج ريستارت اللي بتقدمه الإعلامية داليا المدبولي، كشف المنتج أحمد السبكي عن رأيه في الفنانة ياسمين صبري، وده بعد ما أنتجت ليها مؤسسة السبكي أفلام عديدة. السبكي فتح النار على ياسمين صبري، وده لما قال ياسمين صبري ما تشيلش نص فيلم وجمالها غالب على موهبتها، وقال كمان إن الجمهور بيشوف شكلها قبل ما يتعرف على موهبتها، والسبكي بيشوف في الأمر ده سلاح ذو حدين، وده اللي خلاه يقول الجمهور لما يشعر بالشبع من جمال الفنانة بينتقل للبحث عن موهبتها في التمثيل. وأضاف ضمن كلامه كل فتاة جميلة ترغب في أن تكون ممثلة، والممثلة إذا امتلكت الجمال مع الموهبة فده أمر جيد جدا، ولكن في حال لو ما عندهاش موهبة فالجمهور مش هيشوف إلا صورة حلوة فقط لسيدة جميلة، وسواء اتكلمت أو لأ فده مش هيشكل أي فارق. وفجر أحمد السبكي مفاجأة عن مشاركة ياسمين صبري في أفلامه، وده لما قال هي اللي عرضت عليا العمل معايا وبدون أجر لمجرد الظهور في أفلامي. وعن أسباب توقفه عن الإنتاج للفنان محمد رمضان، قال السبكي إنه رفض تجديد التعاقد بينه وبين رمضان بعد فشل فيلم الديزل وعدم تحقيق ايرادات عاليه. واكد السبكي ان رمضان طلب منه تجديد التعاقد معه بنفس قيمه اجره السابق واللي يبلغ 8 مليون جنيه، لكنه رفض واكد ليه ان فيلمه الاخير عرضه لخسائر كبيره ولازم تخفيض اجره ل 4 ملايين جنيه لتعويض الخسائر دي، وده اللي رفضه محمد رمضان علشان توصل الامور بينهم لطريق مسدود. وقال السبكي انه ما اتفقش ولا اختلف مع الفنان محمد رمضان، وقال كمان ان رمضان تعاقد مع شركات تانية لانتاج اعماله الفنيه، كمان ان تركيزه دلوقتي مع الاغاني فحال رغب بالعمل معه فمش هيرفض، قائلا وقت ما بطلب محمد رمضان بيجيلي هو مش قليل الاصل. وكشف احمد السبكي عن تعاقده مع الفنان الكوميدي محمد سعد على فيلم جديد، وقال انه من افضل الكوميديانات في مصر، وكمان اكد ان محمد سعد اكتر واحد ضحك مصر بصوت عالي وسيحصل على اكبر ميزانيه للافلام الكوميديه في مصر. كمان صرح السبكي بان محمد سعد متشوق للمنافسه على قائمه الافلام الاعلى ايرادات في شباك تذاكر السينما المصريه، وهذا الفيلم سيحقق له حلمه. كمان اوضح السبكي ان الشركه بتستعد لمفاجاه الجمهور بعوده النجم محمد سعد لشباك التذاكر، وده باعتباره يعد من النجوم اللي حققوا نجاحات متتاليه مع الشركه، والعمل جاري الان على انتهاء من كتابه السيناريو وترشيح بقيه الفنانين المشاركين فيه استعدادا للبدء بتصويره قريب. بينهم لطريق مسدود. وقال السبكي انه ما اتفقش ولا اختلف مع الفنان محمد رمضان، وقال كمان ان رمضان تعاقد مع شركات تانية لانتاج اعماله الفنيه، كمان ان تركيزه دلوقتي مع الاغاني فحال رغب بالعمل معه فمش هيرفض، قائلا وقت ما بطلب محمد رمضان بيجيلي هو مش قليل الاصل. وكشف احمد السبكي عن تعاقده مع الفنان الكوميدي محمد سعد على فيلم جديد، وقال انه من افضل الكوميديانات في مصر، وكمان اكد ان محمد سعد اكتر واحد ضحك مصر بصوت عالي وسيحصل على اكبر ميزانيه للافلام الكوميديه في مصر. كمان صرح السبكي بان محمد سعد متشوق للمنافسه على قائمه الافلام الاعلى ايرادات في شباك تذاكر السينما المصريه، وهذا الفيلم سيحقق له حلمه. كمان اوضح السبكي ان الشركه بتستعد لمفاجاه الجمهور بعوده النجم محمد سعد لشباك التذاكر، وده باعتباره يعد من النجوم اللي حققوا نجاحات متتاليه مع الشركه، والعمل جاري الان على انتهاء من كتابه السيناريو وترشيح بقيه الفنانين المشاركين فيه استعدادا للبدء بتصويره قريب.